ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ في قناة يوميات اسماء عدلي. النهارده جاي لكم بموضوع مهم جدا، موضوع مفيد جدا. يا ريت الكل يركز معايا في الفيديو ده. طبعا انا هتكلم النهارده عن النرجسية، وازاي تعرفي الشخص اللي قدامك اللي انت بتكلميه هل هو نرجسي ولا مش نرجسي. طبعا الموضوع ده كان اتطلب مني قبل كده، قال لي تتكلمي فيه وكده، يعني عشان الحد اللي قال لي ده عارف انا بحب اقرا كتير واحب اعرف كتير وكده، فقال لي اتكلمي عن النرجسيه. شكله كده والله اعلم عنده حد كده نرجسي وعايز يلقح عليه. ما علينا. وعايزه اقول لكم حاجه برضو كمان، ان طبعا في مننا عنده نسبه نرجسيه، بس محدش اخد باله منها، نسبه صغيره كده، ايه اللي هو ايه. في اكيد يعني احنا عندنا برضو بيحب مثلا حب الظهور شويه، او مثلا او اللي لفت الانظار. بس لما بتكون اوفر وزايدة عن حدها، بيبان جدا ان هو ده مريض نرجسي. مريض يعني ده بيبقى عليه علاج، يعني لازم يتعالج. بيروح طبعا دكتور نفساني ولازم يتعالج من الحاجات دي. ف او ممكن انت تتعاملي مع اللي قدامك على انه نرجسي وخلاص، يعني تعاملي معاه وخلاص. مش لازم تلفتي نظره انت بني ادم نرجسي، انت بني ادم بتحب نفسك، انت بني ادم كذا. لا لا، اتعاملي معاه عادي جدا، واعرفي ان هو اصلا عنده مشكله، دي بتبقى غصب عنه. فما توقفيهوش، يعني خليه يعيش حياته، مش مشكلة، وما تحرجيهوش، لان هو بيبقى دي مشكلة عنده. مش حاجة كده يعني. هو مصطنعها. يعني في بيصطنعوا وفي مش بيصطنعوا. اللي بيصطنعوا اللي هو النرجسي، اللي بيصطنع ان هو ما عندوش الحاجة دي اصلا، ويتكلم ويقعد يفتي، اللي يقولك ايه ده بالعربي، دي حاجة ودي حاجة، دي حاجة ودي حاجة، عشان تاخدوش بس الامور على بعض. النرجسي دي مرض نفسي، مرض نفسي نتكلم عليه. يلا بينا. وعايزة اقول لكم بالنسبة للنرجسية، طبعا هي مراحل ومراحل. في مراحل مش واضح قوي، وفي تحسي واضحة جدا. يعني دلوقتي وانا بتكلم، اكيد كل واحد فيكم جه في باله او خطر في باله حد نرجسي عايش حواليه. قريب، جار، صديق، زميل في شغل او حاجة. فاكيد كل واحد فيكم جه في باله حد من الصفات اللي انا هقولها، ممكن تلاقوها في اقرب الناس ليكم وانتم مش واخدين بالكم. بس انا حبيت انزل الفيديو ده علشان برضه تعرفوا تتعاملوا ازاي مع النرجسي. انا هتكلم المره دي عن النرجسيه، والمره الجايه ان شاء الله هوريكي ازاي تتعاملي مع النرجسي، بحيث ان هو منه ان هو يتعالج، ومنه في نفس الوقت يعني مش بطريقه مباشره. ماشي. نتكلم بقى مع بعض على ايه؟ على النرجسيه. طبعا تحس البني ادم النرجسي ده متكلف شويه. يعني مثلا ايه؟ يحب في لبسه متكلف، مش متكلف تكلفة فلوس، لا، يعني يحب ايه؟ يحب يلبس حاجة يلفت بها الأنظار، يحب تملي يكون هو التوب في الموجودين. طبعا احنا كلنا بنحب كده، بس مش لدرجة مثلا انت رايحة مثلا، او انت رايح مكان، تروح لازم ايه يعني تجيب بقى ايه، يعني حاجة مش مناسبة للموضوع ده. يعني مثلا ما اكونش مثلا رايحة عيد ميلاد مثلا، وعيد ميلاد ناس بسطة جدا، والبس الحاجة افخم الحاجات واللي بيلمع واللي مش عارف ايه، واروح كوافير واعمل ميك اب ايه عشان كل الناس تبصلي. انا كده بني ادمه نرجسيه. اجي مثلا في مناسبه ايه، مناسبه بسيطه، يعني مناسبه رايحه عزومه مثلا غدا او اي حاجه، وانا رايحه اروح مثلا ايه، لابسه حاجه اوفر، بحيث اللي هم بقى من غير حجاب يلبسوا حاجه مفتوحه قوي عشان يلفتوا النظر. يحطوا ميك اب تقيل قوي، يعملوا حاجات هو في العادي مش بيعملوها. ده برضه لفت الانظار. لفت الانظار ده طبعا ده بيبقى بني ادم نرجسي جدا، ويحب جدا 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 ياخد الحوار ليه هو. ليه هو؟ ان هو مثلا ايه، اشترى عربيه، تبقى القعده كلها على العربيه. انا اشتريت عربيه وماركتها كذا ومش عارف ايه، يسكتوا ويهدوا يتكلموا في حاجه تانية، يرجع تاني يتكلم على العربيه. او مثلا اشترى فيلا، او اشترى شقه، او اشترت فستان، او اشترى بنطلون. مش هنقول برضو الحاجات الفخمه قوي دي، عشان احنا كلنا ايه شبه بعضينا برضو. في ناس ربنا كرمهم، وفي ناس برضو ايه على قدهم. هنتكلم برضو في الحدود. اني مثلا انا نزلت مثلا اشتريت بلوزه، اجي مثلا ايه، قاعدين في قاعده كده، اقعد ايه ده، انا اشتريت حته بلوزه كذا كذا كذا، وسعرها كذا، والماركه بتاعتها كذا، واستنى شويه، ده انا كنت عايزه اجيب لون كذا وما لقيتش، جبت لون الفلاني. بعد شويه خلاص الموضوع اتقفل. بعد شويه على فكره انا عندي بلوزات كتير، بس البلوزه دي لفتت نظري وجبتها. ده انا كنت عايزه اجيبها بقالي فتره، وكل ما اعدي مش لاقيه اللون اللي انا عايزاه. يعني هو الحوار كله على الموضوع اللي هو بيتكلم عنه.
مثلا، او هي بتتكلم علشان تتكلم عن البلوزه. لو راجل مثلا بيتكلم مثلا عن حاجه هو عملها او جابها، تحسي بكل ما تطلعي من الموضوع يدخلك فيه تاني، وانت بتفلتي منه ومع ذلك بيدخل فيه تاني. فده طبعا بتحس ان هو ايه، عايز ياخد القعده لنفسه، هو عمل ايه. يحب يتكلم عن انجازاته، انا وانا 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 وانا، عنده حته الانا بتبقى عاليه جدا. يتكلم مثلا عن ماضيه، احنا كنا واحنا كنا وانا كنت بعمل وانا كنت بسوي. بيحكي على الانجازات او على الحاجات الحلوه، ما بيحكيش هو حصل معاه ايه، ما بيحكيش مثلا الموضوع كله بمساوئه بحلاوته بكله، لا، بيتكلم على انجازاته هو. وبعدين ممكن في الموضوع كله في 3 4 يتكلم عن نفسه كتير، يعني كأنه هو عامل الاربع خمس حاجات دول مش اللي معاه. يتكلم بعجرفه، يتكلم بتكبر، له قعده معينه كمان. يعني مثلا قاعد مثلا في مطعم او في قهوه او في كافيه في اي حاجه يعني، لما يجي لنا مثلا على الجرسون ما يقولش مثلا إيه لو سمحت، ما بيقولش كده، يعمل كده، اللي هي ايه طريقه العجرفه دي. وهو بني ادم عادي، المفروض انك انت بتعامله معامله كويسه. يجي مثلا في العادي ما بيحطش رجل على رجل، اول ما يلبس طقم جديد تلاقيه حط رجل على رجل وبقى ظهره منشوق كده، وقاعد بقى كده مفرود والرجل على رجل وقاعد بقى مستكانيوس يعني بجد. تحسي بتستغربيه، يعني بتستغربيه. انت بني ادم طبيعي، ليه بتظهر عليك الحاجه دي في وقت معين؟ مثلا الراجل النرجسي او الست النرجسيه. الراجل مثلا نرجسي، مثلا قاعدين في احلى قعده وفي كذا راجل، لازم 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 يتكلم بتكنيكه، مع ان كل اللي قاعدين عارفينه وعارفين هو شخصيته ايه وطريقته ايه، مع ذلك لازم يتكلم بطريقه الأنا. وبعدين مقاوح طول الوقت، يقاوح طول الوقت في ان هو صح، ان هو صح، ما هو بيغلطش. النرجسي ده ما بيغلطش. طبعا عايزه اقول لكم طبعا باي باي دلوقتي، لان الفيديو في حلقه طويل. انا هنهي دلوقتي الفيديو عشان مبقاش طويل وبقى دمي تقيل عليكم. فهنهي دلوقتي الفيديو، وان شاء الله هكمل الفيديو تاني بعده على طول. بس يا ريت تشوفوا الفيديوهين ورا بعض، يعني انتوا شوفوا الفيديو ده ولازم تكملوا بالفيديو التاني عشان ده بيكمل ده. عايزه اقول لكم موضوع مهم جدا جدا وهيعجب كل المشاهدين. واقدر اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في فيديو جديد ان شاء الله مع الجزء الثاني في فيديو عن النرجسية وازاي تعرفي بني ادم النرجسي. باي باي. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.